إمام مسجد ولكنه مختلف عن بقية الأئمة. هذا إمام المسجد هو سفاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الفيديو اليوم راح تعرفون قصته الكاملة وتسمعون أحداث ما راح تتوقعوها. السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد. إذا أول مرة تشوفون لا تنسى تضغط على زر الاشتراك حتى تكون واحد من أصدقائي، وكالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضلة وأكلته المفضلة وخلنا نبلش. سنة 2003 بمنطقة الجفلة بالجزائر كان اكو ولد عمره 9 سنوات فقط، كان يعيش بقلعة قديمة تشبه البيوت الأثرية. هذا الولد كان واقف فوق السطح ويأشر بإيده، كان يأشر لأحد الشرطة اللي واقفين بالقرب من وحدة من الإدارات الحكومية القريبة من بيتهم، ويأشر للشرطة وهذا الشرطي هم يأشر له لكن ما يعرف شنو يريد هذا الولد. هذا الولد لما شاف الشرطي يرد عليه اتجرأ انه ينزل ويطلع من بيتهم ويروح للشرطي. الشرطي قال له مرحبا عمو، كيف حالك، شنو هي الأخبار؟ فرد عليه الولد وقال له عمو أنا عندي مشكلة لأن أبوي قتل أخوي. الشرطي ما صدق واستغرب شلون؟ فقال له الولد أنا شفت أبوي بوحدة من الغرف اللي عندنا اللي كانت تشبه المخزن، شفته حفرة وبعيوني شفت جثة أخوي داخل هاي الحفرة، وأخوي أكبر مني تقريبا ب10 سنوات. الشرطي لما سمع هذا الكلام منه ما اهتم له وقال له أنت تلعب علي لو شنو. فرجع هذا الولد للبيت لأن الشرطي ما صدقه، ولما رجع للبيت كان يبكي. فشافته هنا أخته كانت أكبر منه ب5 سنوات، فقالت له شبيك؟ فقالها أنا قلت للشرطي إنه شفت أبوي يحفر حفرة داخل بيتنا، وهاي الحفرة موجود بيها جثة أخوي عبد القادر. فقالت له ليش رحت للشرطي أصلا، ليش؟ فقال لها أنا رحت له ولكن الشرطي طردني وما صدقني. فهنا البنت قالت خلاص انتهى الموضوع، ما دام اللي أصغر مني تجرأ وراح للشرطة فأنا أيضا لازم أروح. وبالفعل طلعت من البيت وراحت للشرطة حتى تسولف وياه وتحكي له القصة. لما وصلت للشرطة قالت له عمو فعلا ترى أبوي قتل أخوي اللي أكبر مني واللي اسمه عبد القادر، وجثة أخويا خلاها داخل البيت. فسألها الشرطة وقال لها هل هذا اللي اجاني قبل شوية اللي كان صغير بالعمر هو أخوك؟ فقالت له نعم، وقال لي بأنه هو سولف لك كل شيء ولكنك طردته. رد عليها الشرطة وقال لها روح جيبيه وتعاي وقولي لي وين هو أبوكم الآن. فقالت له والدنا خارج البيت ودائما يجي بعد العشاء. وفعلا رجعت للبيت واخذت وياها أخوها الصغير اللي اسمه صدام وراحت للشرطي. الشرطي أخذهم مباشرة لمديرية الأمن ودخلهم على الضابط. فقال له سيدي هاي البنية وهذا الولد الصغير اثنينهم بلغوني بأنه أبوهم قتل أخوهم الأكبر منهم واللي اسمه عبد القادر وعمره تقريبا 19 سنة. الضابط لما سمع هذا الحكي أخذ كلامهم على محمل الجد وقال لهم شلون؟ فقالوا له إحنا ما نعرف، ولكن بيوم من الأيام قال لنا أبونا روحوا للسوبر ماركت وانتظرون هناك أنا راح أجيكم، وكان موجود وياه أخونا عبد القادر. وبالفعل رحنا وانتظرناه هناك عند السوبر ماركت ولكنه تأخر علينا 4 ساعات. فرجعنا للبيت ولما وصلنا ودقينا الباب أبوي فتح لنا الباب ولكنه كان واضح إنه مرتبك. فقال لنا ليش رجعتوا؟ قلنا له لأن بقينا عند السوبر ماركت وانتظرناك وهواي تأخرت علينا وما اجيت، حسينا بالملل فرجعنا للبيت. تقول لما دخلنا للبيت أبونا قال الآن راح أتوضأ وأروح للمسجد وما أريد أي أحد منكم يدخل للغرفة. والغرفة اللي يقصدها كانت عبارة عن مخزن وممنوع أي أحد يدخل لها. وقالت فعلا إحنا أنا وأخواني كنا ما ندخل هاي الغرفة نهائيا، ولكن بذاك اليوم لما أبونا راح للصلاة بالمسجد كنا داخل البيت فبحثنا على عبد القادر اللي هو أصلا دائما موجود بالبيت ولكن ما لقينا. فلما صعدنا للطابق اللي فوق لقينا الدم يسري على الأرض، وكأنه هاي الدماء كانت على شخص وأكو شخص ثاني هو اللي سحبه. فصلنا نصيح عبد القادر عبد القادر، وكنا مستبعدين إنه هذا الدم ممكن يكون إله. وخلال بحثنا عن عبد القادر اضطرينا ندخل للغرفة اللي مانعنا منها أبونا. لما رجع أبونا سألناه وين عبد القادر؟ فقال لنا عبد القادر سافر، لأنه فعلا إحنا نعرف سبق وأن تحدث أبويا وعبد القادر عن موضوع سفره لفرنسا. فقلنا لأبويا تمام إذا هو سافر، لكن شنو موضوع هذا الدم اللي موجود بالطابق اللي فوق؟ فقال لهم منو اللي طلب منكم أن تصعدون للطابق الفوق؟ فقالوا له ما حد طلب من عندنا أن نصعد اللي فوق أو أمرنا، ولكن نريد نعرف هذا الدم لمنو وعبد القادر وين؟ فقال لهم عبد القادر انتهى وسافر. هنا صدام اللي عمره 9 سنوات يقول أنا سألت أبويا وقلت له تمام إذا سافر عبد القادر لفرنسا فعلا زين ليش رايح بدون ملابس؟ فأبوه قال له شلون شنو تقصد؟ فقال له ابن صدام لحد الآن ملابس عبد القادر موجودة بغرفته، والشيء الأغرب إنه ملابس عبد القادر اللي شفناه لما رحنا للسوبر ماركت وكان هو لابسها هاي الملابس موجودة وانت بدينك علقتها على الحبل أو شريتها على الحبل وكان عليها آثار دم. فهنا الأب غضب عليهم وقال لهم إذا سألتوا مرة ثانية راح أضربكم. وهم فعلا كانوا يخافون من أبوهم لأنه يسبب لهم الرعب. هاي كانت المعلومات اللي ذكرها الطفلين للضابط. فهنا الضابط مباشرة قام من مكانه وقال لهم خذوني لبيتكم. وأول ما وصلوا للبيت اقتحموه وألقوا القبض على أبوهم وراحوا
للغرفة اللي كانت عبارة عن مخزن، وفعلا لقوا هناك جثة عبد القادر. فجابوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية وحفروا واكتشفوا وجود جثة ثانية. الجثة اللي لقوها كانت لامرأة حامل تخلص منها هذا الأب قبل 5 سنوات، والعجيب انه كان يستخدم غرفة البيت كمقبرة. الشخص اللي ما يعجبه مباشرة يقتله ويدفنه هناك. الضابط بعد هاي الأحداث سأل ذول الأولاد وقالهم زين أمكم وين؟ طبعا هنا الضابط ما قالهم انه احنا لقينا فعلا جثة أمكم موجودة بنفس الغرفة. فقالت لي البنية انه قبل 5 سنوات أبوي وأمي تعاركوا بيناتهم وبعدها اختفت بشكل نهائي، ولما سألنا أبونا عنها قال لنا انه أمكم هاجرت وتركتكم وما تريدكم بعد. ولكن هاي البنت اللي تتكلم مع الضابط تقول كنت أشعر إن أمي موجودة ويانا بالبيت. فقال لها الضابط هنا إنه جثة أمها اللي انقتلت قبل 5 سنوات فعلا موجودة بنفس الغرفة وهي عبد القادر. هسه نريد نعرف منو هذا الشخص المتوحش اللي قتل زوجته وابنه الكبير. هذا الأب يا أصدقائي شغله إمام مسجد، يعني يصلي بالناس ويستخدم الدين كغطاء له حتى ما حد يشتبه به، وفعلا خطته نجحت وما حد اشتبه به أبد. طبعا قبل لا تعرفون شنو اعترافاته لازم تعرفون إنه عبد القادر اللي هو ابنه الكبير كان شاهد على قيامه بقتل زوجته. يعني لما هذا إمام المسجد قتل زوجته ابن عبد القادر شاف هذا الشيء. فإمام المسجد من عرف إنه عبد القادر يدري بموضوعه بدا يلبي له كل طلباته وكل احتياجاته. يعني أي شيء يريده عبد القادر مباشرة هذا إمام المسجد يجيبه إليه بشرط واحد فقط، أن يسكت وما يقول على الشيء اللي شافه. فإمام المسجد قال لعبد القادر شو تريد أنا أجيب لك؟ تليفون، ألعاب، أي شيء تريده ببالك أنا أجيب لك إياه، ولكن بشرط واحد. فعبد القادر بوقتها قال له شنو هذا الشرط؟ قال له إنه ما تطلع من البيت نهائيا. فعبد القادر فعلا وافق على هذا الشيء وقال له ما عندي مشكلة أبقى بالبيت، لكن كل شيء أريده تجيب لي إياه. وبوقتها كان عمر عبد القادر 14 سنة. حتى أصدقاء عبد القادر كانوا يسألون وين عبد القادر، شو ماكو ما يطلع ما نشوفه. فقرر هنا الأب أن يتفق مع عبد القادر وقال له أنا راح أقول لأصدقائك إنه أنت راح تسافر لفرنسا حتى ما حد يزعجني وتبقى أنت بالبيت، وبعد مرور شهرين أطلع من البيت وقلهم أنا رجعت من فرنسا. عبد القادر كان سعيد جدا بهاي الخطة لأن أبوه راح يحقق له كل مطالبه. بالإضافة لذلك فهو راح يتفاخر على أصدقائه بأنه هو راح وزار فرنسا. وفعلا عبد القادر بقى داخل البيت ومرت عدة أشهر، ولكن الشهر والشهرين اللي اتفقوا عليهن هو وأبوه استمر ل5 سنوات، إلى أن وصل عبد القادر لمرحلة بعد ما يقدر يتحمل ويريد يطلع من البيت ويتعارك دائما ويا أبوه اللي هو إمام المسجد. فقرر هذا الأب أن يتخلص منه لأنه خائف من عنده، خاف يطلع ويقول للناس بالشيء اللي شافه، لأن الأم كذلك هددت الإمام بأنها راح تفضحه. زين السؤال هنا تفضحه بشنو؟ تفضحه بأنه خاطف الأطفال الثنين. فتبين هنا أنه هذا إمام المسجد خطف ذول الأولاد كلهم، وهو أصلا ما يقدر يخلف، يعني ما يقدر يجيب أطفال، وتزوج أكثر من مرة خلال عدة سنوات ولكن بدون فائدة. وآخر زوجة تزوجها هي المرأة هذه اللي كانت مدفونة بالغرفة. هذا إمام المسجد لما اكتشف إنه هاي المرأة اللي تزوجها حامل عرف إنه هذا الحمل مو من عنده، لأنه يعرف نفسه ما يخلف. ولما قال لها أنت حامل وهذا الحمل مو من عندي لأني أنا أصلا ما يصيرون عندي أطفال، راح أقتلك وأتخلص منك. هنا لما سمعت هذا الكلام هددته بأنها راح تفضحها وراح تقول للناس بأنه خطف ذول الأطفال. فهنا هذا الإمام من سمع هذا الكلام مباشرة انقضى عليها وقتلها وبعدها دفنها بالغرفة. فملخص القصة والأحداث حتى تعرفونها تبين إنه هذا الإمام خاطف ذول الأطفال كلهم وقتل واحد منهم واثنين منهم الله نجاهم. فتمت حالته للمحاكمة وانتشر هذا الخبر وحكمت عليه المحكمة بإنهاء حياته. أما الأولاد اللي هم صدام وأخته الأكبر منه فسكنوا عند أخوالهم، اللي الناس اعتقدوا إنه ذول فعلا هم أخوالهم باعتبار إنه هاي المرأة اللي انقتلت هي أمهم، ولكن مثل ما تعرفون إنه هذا إمام المسجد ما يخلف وهاي المرأة مو أمهم، ولكنهم تقبلوا هالشي وبقوهم عندهم لفترة من الزمن. وبالصدفة سبحان الله بعد ما مرت فترة مثل ما قلنا اجت بنية حتى تزورهم وتعزيهم بوفاة أمهم. فلما شافتهم انصدمت لأنه صدام كان يشبهها بشكل مو طبيعي. والأغرب إنه هاي البنية اللي اجت تزورهم فقدت أخوها لما كان عمره 2 سنين فقط. فرجعت للبيت مباشرة وسولفت الأم هاي القصة مال إمام المسجد، لأن هاي القصة انتشرت بأكثر من مكان بالجزائر. بعدها أخذت أمها وراحوا لهذا البيت اللي ساكنين به صدام وأخته الأكبر منه. لما دخلت الأم وشافته شافت إنه فعلا يشبه أولادها، فراحت ورفعت قضية حتى تثبت إنه هذا الولد هو ابنها. وبالفعل أثبت DNA أو تحليل الحمض النووي إنه هذا هو ابنها. وبقت هاي البنت ساكنة عند نفس ذول الناس، وقالوا لها أنت أكيد أيضا مخطوفة من ناس غيرنا، يعني إحنا مو خوالك الحقيقيين ولكن راح تبقين عندنا وراح نحافظ عليك وكذلك نحاول ندور ونلقى أهلك. وبقت قصتها متداولة وما زال البحث جاري للآن عن أهل هاي البنت. هاي أصدقائي
أصدقائي كانت قصة إمام المسجد اللي هزت الجزائر وصدمت العالم. هسه يا أصدقائي خلينا نجي على فقرتنا اللي خليناها بنهاية كل فيديو، وهي هذا الفيديو الغريب. مثل ما شفتوا هذا الفيديو الغريب، واحد كان موجود بالغابة وصور غزال بشكل طبيعي، بعدها ظهر غزال ثاني وكان بهذا الشكل. صراحة شكله كان جدا غريب ومثير للقلق. برأيكم شنو التفسير الحقيقي لهذا الفيديو، وشنو السبب انه هاي الغزالة موجود بها هذا الشيء؟ كتبوا لي آرائكم بخانة التعليقات. وبس يا أصدقائي، هذا كل اللي كان عندي في فيديو اليوم. إذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وكذلك تتابعونا على الانستغرام. أخوكم عبد الخالق، سلام.